مزيك FM بودكاست. مساء النور، مرحبا بكم. نبداو بمونديال 2015 مونديال قطر في الهوند، وهزيمة ثقيلة تعرض لها منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم في أولى مقابلته ضد مقدونيا. 8 نقاط فارق كاملة خلفت خيبة أمل كبيرة نقولوا عند التوانسة. تفاصيل بالطبيعة مباشرة من الدوحة مبعوث مزيك عبد السلام ضيف الله. مرحبا. مرحبا بك اسكندر، تحياتي لك وللساده المستمعين الكل. بالفعل خيبه امل كبيره ترافق انطلاقه المنتخب الوطني التونسي في مونديال قطر بعد هزيمته اليوم امام المنتخب المقدوني 33-25. شوط اول كذلك كانت نتيجه عريضه 18، يعني الفرق قبل المنتخب 18 نقطة مقابل 14 فقط للمنتخب الوطني التونسي. صعوبات كبيرة لقاها على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجومي، يعني 33 نقطة كبير برشا، يعني عدد كبير برشا من الأهداف قبلها من المنتخب الوطني التونسي. مباراة صراحة للنسيان اليوم للمنتخب الوطني التونسي في افتتاح مونديال قطر، بافتتاح المشاركة التونسية في مونديال قطر. سينو النتائج يعني الكل المباريات انتهت. اسكندر هذه النتائج الكامله لليوم الثاني من كاس العالم. البوسنه وايران، وفوز البوسنه 30-25 والبوسنه وايران من نفس مجموعه المنتخب الوطني التونسي. روسيا فازت على العربيه السعوديه 27-17. اسبانيا فازت على بيلاروسيا 38-33. سلوفينيا فازت على الشيلي 36-23. باللقاء القمه بين الجزائر ومصر وفوز عريض جدا للمنتخب المصري 34 مقابل 20، 14 نقطه فارق. ايضا كرواتيا او لوتريش في مجموعه تونس مباراه سيريه برشا 32-30 للكرواتي. غدوه كرواتيا هي منافس المنتخب الوطني التونسي في الجوله الثانيه. بولونيا المانيا وفوز المانيا في مباراه كاسحه 29-26. التعادل وهي من مفاجآت الجوله اليوم بين الدنمارك والارجنتين 24-24. الارجنتين ما عندهاش تاريخ كبير في كره اليد، الدنمارك واحد من اقوى منتخبات كره اليد في العالم. فرنسا التشيك 27-30. واخيرا السويد ايسلندا 24 مقابل 16 للمنتخب السويدي. يعطيك الصحة عبد السلام ضيف الله مباشرة من الدوحة. آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي في مونديال الهوند. نذكر هزيمة أولى اليوم ضد مقدونيا، إن شاء الله يا رب نتعداوها بانتصار، وغدوة نفيقوا شوية مع مقابلة كرواتيا تبدأ غدوة 5 متاع العشية. نمشيو للفوت. موضوع الساعة الظروف الصعيبة اللي يعيشوها ملاعبية منتخبنا الوطني في إبيبيين باش نحكيو على النقطة هذه، لكن زادة نحكيو كورة، نحكيو تحذيرات مع فاهمي البرهومي مبعوث مزيك مباشرة من غينيا الاستوائية. مساء النور فاهمي. مساء الخير اسكندر، مرحبا بك، مرحبا بكل من يسمع فينا هنا من مدينه إبيبيين، وين المنتخب الوطني التونسي من جمله الثلاثه منتخبات الاخرى اللي موجوده في مدينه إبيبيين، كي نزيدهم المنتخب الزامبي وكابير وكونغو ديمقراطيه. ما يعانيوش المشاكل اللي يعاني فيها المنتخب الوطني التونسي من حيث الاقامه. راجعين بعد شويه للموضوع هذا، لكن خلينا نحكيو على المنتخب الوطني اللي عملت الحصه التدريبيه الثانيه اليوم، كانت في القايله في قلب السخانه تقريبا. من اليوم كان نهار سخون في إبيبيين في غينيا الاستوائيه، قرابه 33-34 درجه في قلب القايله. الدرب والملاعبيه في الشمس. حصه دامت قرابه 9 ساعتين كاملين. المدرب سمح لنا جورج ليكانس باش نحضر ربع ساعه، وكانت او يكلو بقيه التمارين، لكن حسب الاخبار انه شفنا كالعاده نفس اللي صار البارح، حصه تطبيقيه وجرب فيها عديد الزملاء على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. قبل التمارين جورج ليكانس كان على اعصابه بطريقه غير عاديه، متاثر متقلق متغشش من ظروف الاقامه، خاصه نزل الاقامه. المشكله في نزل الاقامه في حد ذاته، يعني الماء يقص حتى اللحظات هذه تقريبا. حتى ممكن كنت باتصال بشكون في نزل الاقامه مع المنتخب باكد، لانه الماء التو مقصوص للملاعبيه بعد التمارين. ديركو مشاو دوشوا في الاستاد شيكي مايلي الملعب التمارين، دوشوا غاديك لانه مقصوص. الملاعبيه عندهم من نهارين ما دوشوش، ثم حاجات يلزمها الماء ماهيش موجوده، حاجه مقلقه برشا جورج ليكانس. بالاضافه حتى للانترنت اللي تقصهم كي مقصوصه ومازلت مقصوصه الانترنت وتمشي وترجع، الظروف الكل يحكي عليها المدرب الوطني. Je m'inquiète parce que je suis du métier. Je m'inquiète de l'hygiène des joueurs quand ils ne savent pas prendre des douches. Préparation, c'est en principe 2-3 semaines avant. C'est ce qu'on a fait très bien en Tunisie. On a bien
bien gérer les choses. Même on s'entraîne maintenant à 2 heures. La CAN a demandé de s'entraîner à 2 heures. On s'entraîne à 2 heures, en plein soleil. Il n'y a pas de problème. On accepte. On n'accepte pas la condition où on est. Véritablement concentré sur notre travail, mais les circonstances ne sont pas là pour se concentrer sur le travail. On se concentre maintenant sur qu'on doit concentrer avec douche ou sans douche, avec toilette ou sans toilette. Mais c'est difficile, hein, rester 2 jours sans toilette. Hein. جورج ليكانس مدرب المنتخب الوطني. نبدا من الاخر. قال ما نجموش نركزوا من غير ما ندخلوا البيوت للراحه. حاشاكم حاشا من يسمع ذلك الكلام فاهم اللي قالوا في الاخر. دونك ظروف صعيبه برشا حتى من الناحيه الانسانيه. واحد يعدي نهاري من غير دوش من غير كما يحكي ليكانس ما يدخل حتى حاشاكم مره اخرى البيوت للراحه. ممكن حاجه تقلق برشا. ظروف صعيبه برشا. لكن خلينا نحكيو شويه كوره. ممكن هذا ينجم يعطي دافع اخر للمنتخب الوطني التونسي للملاعبيه حتى من الكوتي مورال. ينجم يتحول للموتيفاسيون. ظهر لي قبل الماتشات الجاي وقبل ماتش الكبير الاول ماتش مهم برشا باش ندخلوا بيه الكان. ان شاء الله اسكندر هذا الفلس، لانه بصراحه كنا نتصور انه المشاكل تاع المنتخب في الاقامه نتاعو في نزل الجودي يعني باش تمر نهار الاول ونهار الثاني، لكن لما تواصل لانه مشكل خاص بالنزل مش خاص بمدينه إديبين لانه مدينه تتوفر فيها كل شيء، لكن النزل اللي قام من ظهر المنتخب انه جاء في نزل فيه عديد العيوب. ان شاء الله نقول ونتمناه انه اداره النزل تدارك وتصلح المشكله اللي عندها ما عادش يكون قلق، ولو انه لاحظنا كان متاثر اللي كانت، لكن على عكس وجوه الملاعبيه كانوا مركزين كانوا منضبطين ومركزين وقاعدين يتدربوا بانضباط وباهتمام كبير. من الاشياء انه المفروض غدوه المنتخب الوطني يتدرب يعمل حصه نموذجيه قبل مواجهه نهار الاحد منتخب الكبير. المفروض انه التمارين باش تكون 8 مبرمجه في ملعب إديبين، الملعب اللي باش يحتضن المقابله، لكن يتغير البرنامج المنتخب الوطني. علاش يتغير؟ يولي عنده في البرنامج حصه تدريبيه ل4:30 في ملعب التمارين في كي مايلي، والمنتخب باش يكتفي والملاعبيه باش يكتفيوا بزياره فقط، زياره ميدانيه للملعب باش تكون 8:30 نتاع الليل. يعني هذا حتى من غرائب نقولوا من عجائب الكأس. هذه سبب واضح لانه شخصيا اليوم كنت موجود في ملعب هذا ملعب إديبين، مازال مش حاضر. شنو مازال مش حاضر؟ ديرتوش تراساج قاعد يصير نتاع الطيران، مازال الدهن، مازال الحداد يعمل في الحديد ايضا، مازال يخدم، مازالت الامور في 24 ساعه يحضر. هذاك علاش تم تاجيل التمارين ولا منع التمارين من على ارضيه ملعب إديبين، وباش يكتفي المنتخب بحصه تدريبيه وزياره فقط في توقيت المقابله. و9 نتاع الليل جورج ليكانس باش يعمل ندوه صحفيه لكل الاعلاميين الموجودين باش يحكي على مقابله الكبير، ظروف وايضا التركيز نتاع التحضيرات. هذا كل في مهم اخبار المنتخب الوطني. ان شاء الله كل التوفيق. ان شاء الله يتجاوز الظروف هذه المنتخب وملاعبيته نقولوا يفوتوا البيريود هذه. ان شاء الله الكونسنتراسيون تكون موجوده في قادم الساعات ومقابلات هامه. تستنى فينا مقابله هامه نهار الاحد مع الكبير. شكرا لك فهمي مباشره من غينيا الاستوائيه. خبر ماهوش باهي برشا الجماهير الترجي الرياضي التونسي. المنتدب البرازيلي جديد مانيو كروز ماهوش باش يلعب تشامبيونز ليج في افريقيا، يعني في ادوارها التمهيديه. حتى لتوا اداره الفريق كانت باش تضيف اسمه البارح قبل نص الليل قبل ما توفى بطبيعه اجال ارسال القائمه للكاف، لكن الورقه الصفراء نتاعو ما وصلتش، يعني الورقه التاهيليه للملاعبي ما وصلتش. وهكا خالد بن يحيى بلوتو يخسر ملاعبي اخر بعد التفريط في كوليبالي بالاعاره للملعب التونسي باش يخلي بلاصه للاجنبي الثالث. يعني كان باش يخلي بلاصه لكروز هو بيدو ماهوش باش يلعب في الشامبيونز ليج. والترجي عمل نقولوا دوموند اكسبسيونيل للفيدراسيون للجامعه التونسيه لكره القدم حتى يتمكن باش يخلط يتاهل ويلعب في البطوله التونسيه. نذكركم بالاسامي اللي تمت اضافتها للقائمه الافريقيه في الترجي: على فول، يعني كينجانغ، سامويل اديوك المنتدب النيجيري الجديد مع شمس الدين الصامتي وسيم النغموش. بالنسبة للنجم الساحلي تمت إضافة كل من واجدي الميجري موزيس أوركوما للقائمة الإفريقية. بالنسبة للنجم نعرفه يلعب في الكاف العامجي. هيئة النادي البنزرتي تقدمت اليوم طلب استئناف قرار لجنة النزاعات القاضي بمنع الفريق من انتدابات. النشرة هذه آخر الأخبار موجود مدعي كاس بودكاست.